أهلا بكم. الشعب الإسرائيلي يتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب. المظاهرات دي يا عم سامح مطالبين بالسلام مع الدولة المصرية. الشعب الإسرائيلي يخشى مواجهة الجيش المصري وبيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بضرورة الحفاظ على اتفاقية السلام مع الدولة المصرية. الشعب الإسرائيلي والمظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية يرددون شعارات الشعب يريد سلام مع مصر. سلام مع مصر، الشعب يريد سلام مع مصر. من فراغ اللي بيحصل ده نتيجة قوة الجيش المصري، نتيجة تسليح الجيش المصري، نتيجة التنوع في السلاح للجيش المصري. مصر الأول كانت مقتصرة على السلاح الأمريكي في الفترة الحالية، وبعد عبد الفتاح السيسي ما تولى حكم البلاد نوعت السلاح. عاد عندنا مصادر متنوعة للسلاح المصري، عندنا سلاح صيني، عندنا سلاح روسي، جبنا فرقاطات من ألمانيا، جبنا طائرات من فرنسا، نوعنا السلاح، حتى الصواريخ جبناها من كوريا الشمالية. تنوع السلاح أزعج الصهاينة والأمريكان. اتفاقية السلام اللي وقعها الرئيس السابق محمد أنور السادات بوساطة أمريكية مع الكيان الصهيوني، يعني في بند في الاتفاقية إن مصر هتاخد كل سنة يعني ما أكتر من مليار دولار. الفلوس ديت مصر ما بتاخدهاش نقدي، الفلوس ديت مصر بتاخدها من الولايات المتحدة في هيئة أسلحة وقطع غيار للأسلحة الأمريكية. علشان كده لما مصر بتهدد، لما الولايات المتحدة بتهدد مصر بقطع المعونة، مصر ما عندهاش أي مشكلة. ليه؟ لأن مصر ما عادتش معتمدة اعتماد كلي على السلاح الأمريكي. الجيش المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح جيش مرعب. الجيش المصري أصبح جيش مرعب. أطلقوا على الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو الجنرال المخيف. الجنرال المخيف عبد الفتاح السيسي اللي بيقود الجيش المرعب اللي هو الجيش المصري. الشعب الإسرائيلي كله بيخشى قوة الجيش المصري. الشعب الإسرائيلي كله قلقان من عبد الفتاح السيسي بعد منصات الصواريخ اللي عملها لهم في سيناء، بعد نقل كميات كبيرة من الجنود والمعدات والأسلحة والذخيرة إلى سيناء، لدرجة إن عبد الفتاح السيسي عمل مطارات حربية في سيناء. نتنياهو لما دخل محور فيلادلفيا وصور صورتين واستعرض قدام الناس، عبد الفتاح السيسي قال له اتصور براحتك، انت كده اخليت باتفاقيه السلام واحنا ما عندناش مشكله. على طول تعليمات واوامر من القياده العليا بنقل الجيش المصري كله لسينا. ولما الجيش المصري اتنقل لسينا عمل رعب للامريكان وعمل رعب للصهاينه، ومفيش زعيم في العالم قدر يقول لترامب لا الا الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، مؤسس الجمهوريه الجديده وقائد الانجازات الفريده. يا جماعه مصر بتكبر، يا جماعه زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر دوله كبيره قوي ومحدش يقدر على مصر، بشرط الوحده الوطنيه، بشرط التحالف مع القياده السياسيه، بشرط الالتفاف خلف القوات المسلحه المصريه. يا عالم فوقه المعارضه يعني بصموا بالعشره لعبد الفتاح السيسي. الكل يعني اعترف بذكاء هذا الرجل، الكل اعترف بحكمة هذا الرجل عبد الفتاح السيسي. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بعته في الوقت ده لإنقاذ الدولة المصرية من الهلاك المحقق اللي خطط له أهل الشر والدين. بص حواليك يا عزيزي وانت تعرف قيمة مصر وعظمة مصر وعظمة عبد الفتاح السيسي. والمظاهرات اللي شغالة في إسرائيل حاليا بتدل على إن الدولة المصرية ماشية في الطريق الصحيح. ربنا ينصر بلادي وجيش بلادي وشعب بلادي
ومحفوظة دايما يا أم الدنيا.